السلام عليكم. النهاردة هنعمل مكرونة بالمشروم وصدور الفراخ، وهندخل فيها الفلفل الألوان، لأن الفلفل الألوان مفيد جدا لأطفالنا ولولادنا ولينا كمان. هنجيب بصلتين كبار ونقطعهم كرات رفيعة، وبعد ما نخرط البصل هنخش على الفلفل. هنبتدي برضو نخرط الفلفل، نجهز كل حاجتنا بحيث ان احنا ساعة ما نقف نعمل الأكل يكون كل حاجتنا جاهزة. هنخرط الفلفل، والفلفل ده مفيد جدا لينا ولأطفالنا، يعني بينزل من مستوى الكوليسترول، بينظم ضغط الدم، ومفيد جدا، كله فيتامينات لأطفالنا. فاحنا بنحاول ندخله في وسط الأكل بحيث ان هم يستفادوا بيه واحنا كمان نستفاد بيه. كده احنا خرطنا الفلفل الأصفر، بعد كده نخرط الفلفل الأحمر، وبعدين الأخضر، ونبتدي بعد كده نجهز بقية حاجتنا. هنجيب المشروم، والمشروم كمان مفيد جدا، يعني احنا المشروم يعني مفيد اكتر كمان من اللحوم، وفيه فيتامينات وفيه فوائد كتيرة جدا. احنا يعني ايه نستفاد بيه على قد ما نقدر. لو انت ما بتاكليش مثلا صدور الفراخ، ممكن تعملي الاكله دي بالمشروم بس، ولما ما بتاكليش المشروم او مش موجود ممكن تعمليها بصدور الفراخ بس. يعني مش الامر لازم انت تعمليها بكل دهوت، بس احنا حاطينهم يعني وجبه غذائيه متكامله. كده بقى نجيب اللي هي الطاسة أو الحلة اللي هنستخدمها، وهنحط فيها قطعة زبدة وحوالي ربع كوباية زيت، ونبتدي نحط البصل ونديله بقى التقليبة لحد ما يتبل البصل شوية. كده البصل بدأ ياخد لون، نبتدي نحط الفلفل شوية شوية، بس مش عايزين نسوي برضو الفلفل لدرجة كبيرة عشان يفضل بقيمته الغذائية، يعني ما نضيعش الفايدة بتاعته او نضيعش قيمته الغذائية مننا. كده هنديهم برضو تقليبتين يعني يتشبعوا مع بعض بالزبدة. بعد كده نحط الملح والفلفل الاسود، وبعد كده نبتدي بقى نحضر المشروم وصدور الفراخ عشان نحطهم عليهم. والله المشروم ده مفيد جدا، احنا لو نعرفه قيمته ما شاء الله، كله فوائد غذائية. بعد كده نحط الصدور. الحاجات دي بقى كلها بتنزل ميتها، احنا بقى بنسويها بعد كده بالمية بتاعتها، ما بنحطش عليها اي مية. كده نبتدي نعمل البشاميل بتاعنا. برضه نحط قطعة زبدة كبيرة وحوالي 3-4 معالق زيت، وحوالي 3-4 معالق دقيق. بعد كده انا هنا حطيت 3 معالق، وبعد كده احتجت معلقة كمان حطيتها. وهنجيب عليهم لتر لبن، وهنبتدي ننزل ونقلب مع التقليب علشان ما يكلكعش مننا. كده عشان مع التقليب عشان ما يكلكعش. وبعد كده هنجيب كريمة، عندي كريمة لبن ماشي، عندي كريمة طبخ ماشي، مفيش كريمة خلاص مفيش مشكلة، برضو احنا بنزود من القيمة الغذائية بتاعة الوجبة. كده عملنا البشاميل ما شاء الله جميل، مش مكلكع اهو جميل. هنعمل بعد كده جوز الطيب، نحط رشة جوز الطيب نقلبها. بعد كده بنحط ملح وفلفل اسود، عشان كده نبقى خلصنا البشاميل بتاعنا. معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، قلبناه كده ان شاء الله. بعد كده هنخش على الخطوة اللي بعد كده، وهي الجبنة. اي جبنة موجودة عندك
هتشتغل جميلة. جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، جبنة تركي، ايا تكون الجبنة اللي موجودة هتشتغل معاكي، هي هتديها طعم، بتبقى طعمها جميل جدا. بعد كده هنشوف بقى، بعد كده هنخش على الصينية. هنجيب صينية وننزل في قلبها نص المكرونة، ونحط الأول بشاميل، وبعد كده المكرونة، وبعد كده بشاميل تاني، وبعد كده الحشوة، وبعد كده هنحط بشاميل تاني، ونحط رشة جبنة، وبعد رشة الجبنة هنحط برضو المكرونة، ونتك عليها علشان نكبسها ببعضها، وبعد كده نحط البشاميل، وهنحط الجبنة على الوش. كده رشينا الجبنة خلاص، وكنا نسينا نحط الزيتون في الحشوة اللي في النص، فحطيناه على الوش. كده دخلناها الفرن، ما شاء الله طالعة كريمي خالص، وما شاء الله جميلة، وبالهنا والشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. واللي وصل معايا لحد هنا ما عملش اشتراك، يشترك في القناة عشان يجيله كل جديد.